السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم ما غاديش نحكيو على باشا عادي ولا على قايد داز في الهامش ديال التاريخ، ولكن على اسم واحد ولا أكبر من المنصب ديالو، اسم كيحمل معاه السلطة والظل والتحالفات والأسئلة اللي مازال ما جاوب عليها الزمن. التهامي القلاوي ما كانش غير باشا مراكش، ولكن كان منظومة حكم كاملة، سلطة كتمدد من قلب المدينة حتى العمق الجنوب، شبكة ديال رجال وولاءات وأراضي ومال مبنية على فهم عميق بأن الحكم الحقيقي ما كيبداش من الظهور، ولكن من التحكم في التوازنات. في مرحلة كان فيها المغرب كيتشد من الداخل بصراحات وضعف السلطة المركزية في بعض الجهات، وكيتضغط من الخارج بأطماع أوروبية كتقرب شوية بشوية. برز القلاوي كواحد من القلائل اللي عرفوا كيفاش يقراو اللحظة التاريخية ويستغلوها بلا ضجيج وبلا مواجهة مباشرة، بالتحالف حينا وبالقوة حينا آخر، وبالصمت المدروس من اللي كيكون الصمت أذكى من الكلام. قدر يتحول من قائد محلي إلى أقوى باشا عرفاته مراكش، ومن خادم للسلطة إلى سلطة كتحسب لها المخزن وكتحسب لها الإدارة الاستعمارية وكتحسب لها حتى القبائل اللي فضلات المهادنة على الصدام. ولكن قصة القلاوي ماشي غير قصة صعود ونفوذ، هي قصة سؤال كبير على معنى السلطة في الزمن الصعيب، فين كتسالي البراغماتية وكيبدا التواطؤ، وفين كيتحول تدبير الاستقرار إلى خنق للإرادة، وشنو كيوقع من اللي رجل واحد كيولي أتقل من المؤسسات اللي عيناته. هاد الوثائقي ما جاش باش يحاكم التهامي القلاوي ولا باش يبرره، ولكن باش يفككوا بهدوء ويفهم كيفاش رجل واحد قدر يجمع كل هاد القوة، وكيفاش السلطة اللي تبلات في زمن الفوضى طاحت من اللي تبدل معنى الشرعية، ومن اللي ولا الحكم ما كيتقاش بالقوة والولاءات ولكن بمشروع وطن وإرادة شعب كامل. حسب عدد من الباحثين اللي درسوا المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بحال دانيال غيفي في كتابه لو ماروك دو ليوتي أ محمد V، وسي آر بينيل في كتابه موروكو سينس 1830 A History، التهامي القلاوي تزاد تقريبا ما بين ستينيات القرن التاسع عشر، في مرحلة كان فيها المغرب مازال مستقلا من حيث الشكل، ولكن كيعرف ضعفا تدريجيا في بنية السلطة، خصوصا في المناطق البعيدة عن القرار المركزي ديال المخزن ومنها الجنوب المغربي. في ذاك الزمن كما كيشرح إدموند بيرك الثالث في كتابه، الطفولة ما كانتش مرحلة معزولة على عالم السياسة، ولكن كانت امتداد مباشر له، حيث الطفل كيكبر وسط الصراعات، كيسمع النقاشات ديال الكبار وكيشوف بعينيه كيفاش النفوذ كيتبنى وكيفاش كيتسحب، وكيترسخ عنده مبكرا أن السلطة ماشي فكرة نظرية ولكن واقع يومي كيتعاش. التهامي القلاوي تربى في وسط قبلي قوي، وسط كيتعلم فيه الإنسان من الصغر أن الأرض هي أساس النفوذ، وأن الرجال هم الامتداد الحقيقي للقوة، وأن التوازن بين القبائل والعائلات خاصو يدار بالحذر وبالحساب ماشي بالاندفاع، حيث أي خطأ في ذاك السياق كيكون الثمن ديالو باهظ. وكما كتوضح سوزان جيلسون ميلر في كتابها، القائد ولا الشيخ القبلي في القرن التاسع عشر كان كيمثل الدولة في المجال ديالو، ولكن في الحقيقة كان كيتصرف كسلطة شبه مستقلة، وهو الواقع اللي خلى بزاف ديال الشباب اللي نشأوا في ذاك الوسط يفهموا أن الحكم الحقيقي كيتعلم في الميدان ماشي في المؤسسات ولا في القوانين المكتوبة. في السبعينيات والثمانينيات القرن التاسع عشر القلاوي كان كيتشرب هذه الثقافة ديال السلطة اليومية، كيشوف كيفاش اللي كيعرف يدير التحالفات ويبني الولاءات كيبقى، وكيفاش اللي كيستعمل القوة بلا توازن كيسقط، وهي دروس ما كتكتبش في كتاب ولكن كترسخ في الذاكرة وكتصنع عقلية حكم طويلة النفس. وما كايناش معطيات دقيقة على تعليم مدرسي منظم عند التهامي القلاوي، وهو أمر طبيعي في ذاك السياق التاريخي، ولكن حسب دانيال ريفي وكيأكد المفكر المغربي عبد الله العروي في كتابه مجمل تاريخ المغرب، بزاف ديال الأعيان تلقوا ما يمكن تسميه تعليم السلطة، تعليم مبني على الملاحظة والمجالسة وفهم موازين القوة أكثر من أي تكوين نظري. في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر التهامي القلاوي منقاش مجرد فرد من قبيلة قوية، ولكن بدا يبان كواحد من اللي فاهمين اللعبة السياسية، كيعرف فين يتموقع ومتى يتقدم ومتى يتراجع، وهي المرحلة اللي كتبلور فيها عقلية الحكم عنده على أساس واضح. السيطرة ما كتجيش دفعة واحدة ولكن كتبنى بالصبر وبهدوء وبقراءة دقيقة للتحولات.
هذه الطفولة وهذه النشأة في وسط قبلي متوتر هي المفتاح الأساسي لفهم المسار ديال التهامي الكلاوي من بعد، سواء في العلاقة ديالو مع المخزن أو في التحالف البراغماتي مع الحماية أو في الطريقة اللي حكم بها مراكش والجنوب، حيث كما كيتفق عليه عدد من المؤرخين السلطة عند الكلاوي ما كانتش طموحا مفاجئا، ولكن نتيجة مسار بدا من الطفولة وتشكل خطوة بخطوة. في بداية القرن العشرين مراكش ما كانتش غير مدينة كبيرة في الخريطة، ولكن كانت رمز وعاصمة تاريخية ومفتاح للتحكم في الجنوب كامل في المغرب. مدينة اللي كيمسكها ما كيمسكش غير الأسوار، ولكن كيمسك طرق التجارة والقبائل والتوازنات السياسية اللي كتحرك نص البلاد، كما كيبين دانيال ريفي في كتابه. حسب ما كيوضح دانيال ريفي والسي ار بينيل في كتابهم، في هذا السياق بالضبط بدا اسم التهامي الكلاوي يطلع من الاطار القبلي الضيق الى مجال اوسع، حيث بان كواحد من الشخصيات اللي كتعرف تدبر النفوذ المحلي وتحولوا الخدمه مباشره للمخزن بلا صدام وبلا تهور، وبطريقه كتحافظ على التوازن بين الطاعه والمصلحه. في هذه المرحلة المخزن ما كانش كيعتمد غير على الشرعية الدينية ولا الرمزية، ولكن كان محتاج رجال ميدان كيعرفوا الأرض والقبائل ومسالك التجارة وكيقدروا يفرضوا الطاعة بلا ما يجروا الدولة الحروب داخلية. وهو الشيء اللي كيشير ليه إدموند بيرك الثالث في كتابه، حيث كيبين أن ضبط المجال كانت أولوية قصوى قبل أي إصلاح سياسي. هنا بالضبط التهامي القلاوي دخل في شبكة التعيينات المخزنية شوية بشوية، ماشي كموظف كلاسيكي ولكن كفاعل محلي كيتكلف بمهام حساسة مرتبطة بضبط المجال وتأمين المصالح وبسط النفوذ، وهي المهام اللي كانت كتفتح الباب قدام اللي ينجح فيها المسار أسرع داخل هرم السلطة. في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر القلاوي ما بقاش غير اسم قبلي، ولكن ولا فاعل معترف به كيتحرك بتكليف غير مباشر وكيستثمر كل مهمة ناجحة باش يعزز موقعه. وهي النقطة اللي كتوضحها سوزان جيرثن ميلر في كتابها، حيث كتشرح أن بزاف ديال رجال السلطة في هذه المرحلة ما طلعوش لأنهم الأكثر شرعية، ولكن لأنهم الأكثر قدرة على فرض الهدوء حتى ولو كان هدوء مفروض بالقوة. والقلاوي كان من بين اللي فهموا أن الاستقرار هو العملة السياسية الأهم في زمن الاضطراب. في هذا السياق تعيين التهامي القلاوي الباشا مراكش ما كانش مجرد قرار إداري بسيط، ولكن كان اعتراف رسمي بأن المدينة خصها رجل قوي، رجل قادر يجمع بين المنطق المخزني التقليدي والمتطلبات المرحلة الجديدة، وهي اللحظة اللي كتشكل التحول الحقيقي في مساره. من هنا القلاوي ما بقاش قائد قبلي ولا فاعل جهوي فقط، ولكن ولا باشا عاصمة الجنوب، رجل عنده سلطة واسعة ونفوذ كيتجاوز المدينة وكيتمتد في الجهات، وهو الموقع اللي غادي يفتح له الباب العلاقة مباشرة مع الحماية الفرنسية من بعد، ويخليه واحد من أقوى الرجال في المغرب قبل الاستقلال. مراكش كانت بالنسبة للقلاوي أكثر من مدينة، كانت المنصة اللي غادي يطل منها على التاريخ والفضاء اللي غادي يختبر فيه حدود القوة وحدود التحالف وحدود الشرعية، وهي الأسئلة اللي غادي تطارد مساره من هنا حتى لحظة السقوط. في سنة 1912 مع توقيع معاهدة فاس وفرض نظام الحماية الفرنسية، المغرب دخل رسميا مرحلة جديدة، مرحلة ما بقاش فيها الحكم كيتقاس غير بالبيعة والرمزية الدينية، ولكن بالقوة العسكرية والإدارة الحديثة. وهو التحول اللي غادي يخلق فرص جديدة لبعض الرجال ويغلق الأبواب نهائيا قدام آخرين. حسب ما كيوضح دانيال ريفي والسي ار بينيل، الإدارة الاستعمارية ما كانش باغية تحكم المغرب من الصفر، ولكن كانت محتاجة تعتمد على أعيان محليين عندهم نفوذ حقيقي في الواقع، رجال قادرين يضبطوا الأرض بسرعة ويفرضوا الهدوء بلا ما تضطر فرنسا تدخل في حروب استنزاف مع القبائل. في الجنوب ومراكش بالخصوص التهامي القلاوي بان كخيار مثالي بالنسبة للإدارة الفرنسية، حيث رجل قوي عارف المجال مسنود بتحالفات قبلية وعنده تجربة طويلة في فرض النظام، وهو الشيء اللي خلى العلاقة بين الطرفين تتبنى على منطق المصلحة المتبادلة أكثر من أي شيء آخر. القلاوي من جهته ما كانش كيشوف الحماية كاحتلال بالمعنى الإيديولوجي اللي غادي يتبلور من بعد، ولكن كان كيشوفها كواقع جديد خاصو يتعامل معاه براغماتية، حيث موازين القوة تبدلات واللي ما غيبدلش تموقعه غيخرج من اللعبة بلا رجعة. كما كتذكر سوزان جيلسون ميلر، بزاف ديال القواد في هذه المرحلة دخلوا في العلاقة مع الحماية من باب الحفاظ على النفوذ، ولكن القلاوي كان مختلف شوية، حيث ما اكتفاش بالتأقلم ولكن استعمل الحماية باش يوسع سلطته ويحول موقعه من باشا قوي إلى لاعب مركزي في المعادلة السياسية ديال الجنوب. الدعم الفرنسي للقلاوي ما كانش دائما معلن، ولكن كان واضح في الممارسة.
في غض الظرف عن توسع نفوذه وفي تمكينه من الموارد وفي الاعتماد عليه في تهدئة المناطق المتمردة، وهو الشيء اللي خلى سلطته تتقوى أكثر من ما كانت عليه قبل 1912. ولكن هذا التحالف ما كانش بلا ثمن، حيث مع الوقت بدا القلاوي يرتبط في عيون بزاف ديال المغاربه بالحمايه اكثر من ارتباطه بالمخزن، ولات صورته كتقسم بين راجل كيوفر الاستقرار وراجل كيمثل وجه من وجوه السيطره الاجنبيه، وهي الصوره اللي غادي تقل مساره في المراحل اللي جايه. كما كيحلل عبد الله العروي، لحظات التحول الكبرى كتفرض اختيارات صعيبه، والقلاوي اختار يكون في صف القوه الجديده، اختيار اللي عطاه نفوذ غير مسبوق، ولكن حطه أيضا في مواجهة مباشرة مع فكرة الشرعية الوطنية اللي غادي تولد من بعد. في هذه المرحلة التهامي القلاوي وصل لذروة النفوذ ديالو، راجل كيتحرك بثقة وسط نظام جديد، كيتعامل مع الإدارة الفرنسية بندية أحيانا وبخضوع تكتيكي أحيانا أخرى، ولكن دائما بمنطق واحد: الحفاظ على السلطة وتوسيعها مهما تبدل السياق. غير أن التاريخ ما كيحبش التوازنات الثابتة، والتحالفات اللي كتتبنى على القوة وحدها كتولي هشة ملي كيتبدل المعاني، وهذه الحقيقة غادي تطفو بقوة ملي يدخل المغرب في مرحلة جديدة، مرحلة الصراع على الشرعية الوطنية، حيث ما غاديش يبقى السؤال هو من يفرض النظام، ولكن من يمثل الأمة. في ذروة النفوذ ديالو التهامي القلاوي ما كانش كيعتمد غير على المنصب الرسمي ديالو كباشا مراكش، ولكن كان كيبني سلطة شاملة كتدخل في التفاصيل اليومية ديال المدينة، سلطة كتخدم بهدوء وكتمدد من الأرض والمال حتى للسلوك الاجتماعي بلا ما تحتاج إعلان أو استعراض دائم. حسب ما كيوضح دانيال ريفي والسي ار بينيل، نفوذ القلاوي الحقيقي كان مبني على تراكم طويل الثروة، خصوصا عبر التحكم في الأراضي الفلاحية ومسارات الجبايات وتنظيم الأسواق وربط المصالح الاقتصادية بالقرار السياسي. هو الشيء اللي خلى السلطة ديالو ما تبقاش مرتبطة بشخصه فقط، ولكن بشبكة كاملة كتستافد من بقاء الوضع كما هو. في مراكش في مرحلة الحماية المدينة ما كانش غير فضاء سياسي واقتصادي، ولكن حتى فضاء اجتماعي خاضع لتنظيم استعماري صارم، كما كتذكر سوزان جيلسون ميلر، حيث الإدارة الفرنسية كانت كتدير عدد من القطاعات الحساسة، من بينها تنظيم الدعارة خصوصا في الأحياء اللي كانت كتستقبل الجنود والأجانب والوافدين الجدد. هذا التنظيم ما كانش قرار شخص واحد، ولكن كان جزء من منطق استعماري كيشوف الضبط الاجتماعي كوسيلة للاستقرار الأمني، وباشا المدينة بما فيهم القلاوي كان جزء من منظومة حكم كتداخل فيها السلطة المخزنية مع الإدارة الاستعمارية، وكتغض الظرف عن ممارسات ما كانتش مقبولة اجتماعيا ولكن كانت مفروضة سياسيا. في الروايات الشعبية ومع تصاعد الوعي الوطني من الأربعينات فصاعدا، ولات هذه الظواهر كتنسب مباشرة للقلاوي، حيث تحول من رجل سلطة إلى رمز المرحلة كاملة، وتحمل في صورته كل مظاهر الانحلال اللي ارتبطت بزمن الحماية، من الظلم الاقتصادي حتى التساهل مع الدعارة، ولو أن الوثائق التاريخية ما كتثبتش أنه كان منظم ليها أو مستفيد منها بشكل شخصي مباشر. وكما كيحلل عبد الله العروي، ملي كتخلق باكرة جماعية بعد الاستقلال كتميل تختصر نظام كامل في شخص واحد، خصوصا إذا كان داك الشخص هو الوجه الأبرز للسلطة. وهنا كيبقى الفرق كبير بين ما وقع فعلا في إطار منظومة حكم استعمارية وبين الصورة الأخلاقية اللي بقات عالقة في الوعي الشعبي. بهذا الشكل السلطة عند القلاوي ما كانش غير تحكم في الأرض والمال، ولكن حتى تحكم غير مباشر في الإيقاع اليومي ديال المدينة، في شنو مسموح وشنو مسكوت عليه وشنو مفروض باسم الاستقرار. وهو منطق حكم كيخلي الناس تعيش الواقع وتتبرم منه في الصمت أكثر مما تواجهه. ولكن هذا النمط من السلطة اللي كيدخل حتى في المجال الاجتماعي والأخلاقي كيكون هش ملي كتبدل المعايير، وملي كيولي السؤال ماشي هو من يفرض النظام، ولكن من يملك الشرعية الأخلاقية والسياسية لتمثيل المجتمع. وهنا بالضبط غادي تبدأ مرحلة السقوط. مع دخول المغرب الأربعينات وبداية الخمسينات المشهد السياسي تبدل بشكل جذري، حيث ما بقاش الصراع غير على من يفرض النظام في الميدان، ولكن ولا صراع على الشرعية، على من كيمثل البلاد، وعلى شنو هو المستقبل اللي خاصو يتبنى بعد سنين طويلة ديال الحماية. في الجهة الأخرى من السلطة كان السلطان محمد الخامس اللي غادي يولي معروف بمحمد الخامس، رمز جديد كيتشكل بهدوء، رمز ديال وحدة وطنية كتطلع من التحت، من الحركة الوطنية ومن الشارع ومن الرفض المتزايد لواقع الحماية.
التهامي القلاوي اللي بنى نفوذه في الزمن كانت القوة والتحالف مع السلطة القائمة هو معيار الشرعية، لقى راسو قدام معادلة جديدة ما كانش مستعد لها، حيث الشرعية ولات مرتبطة بالإرادة الشعبية وبالتمثيل الوطني، ماشي فقط بالقدرة على فرض الهدوء وتأمين المصالح. حسب ما كيوضح دانيال ريفي وسوزان جيلسون ميلر، العلاقة بين القلاوي ومحمد الخامس ما كانش غير خلاف شخصي، ولكن كان تصادم بين نموذجين ديال الحكم، نموذج قديم مبني على الأعيان والقوة المحلية، ونموذج جديد كيراهن على الشرعية الرمزية والسياسية للأمة. في ذروة التوتر خصوصا ما بين 1951 و 1953 القلاوي اختار يتموقع علنا ضد السلطان وساند خطوات الإدارة الاستعمارية اللي كانت باغية تعزل محمد الخامس وتضعف موقعه، وهو اختيار سياسي غادي يخلي اسمه يرتبط مباشرة في ذاكرة المغاربة بمحاولة ضرب رمز الاستقلال. هاد اللحظة كانت نقطة لا عودة، حتى اللي كانوا كيشوفوا في القلاوي راجل استقرار بداو كيشوفوا فيه عائق قدام مشروع وطني كامل، والتحالف مع السلطان والحركة الوطنية ضد المنظومة ديال الأعيان اللي ولات محسوبة على الماضي. من بعد نفي محمد الخامس سنة 1953 البلاد دخلت لمرحلة غليان غير مسبوقة، مقاومة، احتجاجات، عنف وضغط دولي متزايد، وكل شيء كان كيشير أن موازين القوة تبدلات وأن الزمن اللي صنع نفوذ القلاوي بدا كيطيح قدام عينيه. ملي رجع محمد الخامس من المنفى في نوفمبر 1955 المشهد تحسم نهائيا، ودخل المغرب زمن جديد ما بقاش فيه نفس الرجال ولا نفس قواعد الحكم، زمن ولات فيه الشرعية مرتبطة بالإرادة الوطنية كتر من القوة والتحالفات اللي تصنعات في مرحلة سابقة. التهامي القلاوي اللي كان العقود واحد من أقوى الرجال في المغرب لقى راسو فجأة خارج اللعبة، معزول سياسيا بلا حلفاء حقيقيين وبلا قدرة على التأثير في مسار الأحداث، حيث الشبكة اللي بناتها على النفوذ والتحالف مع السلطة القائمة تفرقات بمجرد ما تبدل مركز القرار. هذا السقوط السياسي تزامن مع تدهور صحي واضح، حيث كتذكر عدد من المصادر التاريخية أن القلاوي كان كيعاني من داء السرطان في آخر سنوات حياته، وهو معطى كيعطي لهذه النهاية بعد إنساني خاص بلا ما يتحول إلى عنصر تبرير أو شفقة. الراجل اللي بنى سلطته على الحضور والهيبة والقوة الميدانية ولا فجأة محاصر بالمرض، ضعيف الجسد، كيتفرج على زمن كيسد الباب قدامه، والمفارقة أنه لا النفوذ ولا الثروة ولا التحالفات قدرت توقف مسار المرض ولا تغير اتجاه التاريخ. ما كانش سقوط درامي ولا محاكمة علنية، ولكن كان سقوط صامت قاصف معناه، حيث الاسم اللي كان كيهز مراكش والجنوب ولا عبء سياسي، ورمز المرحلة انتهت والمجتمع اختار يتجاوزها بلا ضجيج. التهامي القلاوي توفى سنة 1956 في بداية الاستقلال، وهو كيعاني من المرض ومعزول سياسيا، كيشوف المغرب اللي عرفه كيتبدل قدام عينيه، والمغرب الجديد ما بقاش محتاج لراجل تصنع في زمن آخر وبقواعد أخرى. ولكن القصة ما كتساليش بالموت، حيث الذاكرة كتعيش كتر من صحابها، واسم القلاوي بقى حاضر، مرة كيتذكر كرجل سلطة قوي، ومرة كيتذكر كرمز للتحالف مع الحماية، ومرة أخرى كعنوان لكل التناقضات اللي عاشها المغرب في طريقه الاستقلال. وقصته في الأخير ماشي حكاية بطولة ولا خيانة مطلقة، ولكن مرآة ديال زمن تصنعات فيه السلطة بالقوة وكبرات بالتحالف وسقطات من اللي تبدلات الشرعية، وحتى الجسد في الأخير قال الكلمة اللي السياسة ما قدرتش تقولها. والسؤال اللي كيبقى من بعد ما كيسكت الصوت وكتطيح الهيبة هو نفس السؤال اللي كيرجع في كل مرحلة تاريخية: واش الحكم كيتبنى بالقوة ولا بالقبول؟